يحصل يعني لو قلبنا حديقة الحيوانات لزريبة. نظرا للنقص الشديد في اعداد الماشيه في مصر، وطبعا للاحداث اللي حصلت، التحرشات اللي بتحصل في العيد في جنينه الحيوانات، قررت لجنه تنميه الثروه الحيوانيه ان هي تطرح مبادره لتحويل حديقه الحيوانات لحديقه لتربيه الماشيه، تطلع لنا 1,000,000 راس ماشيه في السنه. ايه رايك في الفكره؟ هي فكرة كويسة، بس برضو كده هيبقى جنينة الحيوانات اللي كانت بتجيب الناس تتفرج وتقعد وتبقى مبسوطة مش هتبقى موجودة. فكرة كويسة جدا جدا، يعني هي الحديقة بقالها فترة زمنية طويلة وهي مهملة جدا دلوقتي. فكرة حلوة قوي. ده هيساعد في حل الأزمة طبعا، أزمة اللحوم اللي مصر كلها طبعا بتعاني منها. هينزل سعر اللحمة بحيث ان هي توصل لكل مواطن في البلد. ليه ندفع اكتر لما ممكن ندفع اقل؟ ليه استورد لما ممكن اربي في جنينه الحيوانات؟ انا ممكن اعمل اكتفاء ذاتي، واحنا كبلد محتاجه دلوقتي ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي في كل شيء عشان نقدر يعني ايه نقدر نساعد نفسنا بالنسبه للازمات اللي احنا فيها الاقتصاديه دي. هل نربي حيوانات بس ولا ممكن نربي طيور واسماك مثلا في بيت الزواحف، نعمل مزرعه سمكيه؟ لا اعتقد الماشيه بس هتبقى افضل. يعني مثلا بيت الزواحف في حديقه الحيوانات ممكن نستغله ان احنا نربي فيه اسماك في المكان بتاع البحيره. ممكن. حتى لو كانت يا ريت حتى تحول الارض زراعيه مفيش مشكله. هيستغل المكان، هيبقى انت لو هتقسميه صح هتقسميه للدواجن وللمواشي وللاسماك. تمام حضرتك. لا تمام مع حضرتك. تمام. اللي هو نعمل ايه؟ ان احنا نخصص جزء من حديقه الحيوان في تربيه الطيور. تفتكري نعمل مزاد علني نبيع فيه الحيوانات اللي ينفع تتباع زي الزرافه والحاجات دي؟ طبعا مش هينفع تتحط مع الماشيه في الحديقه. هو ده اصح حاجه عشان نمنع على الاستغلال والطمع البشري والجشع. طبعا دي يبقى موضوع مفتوح قدام الكل وبتدرسيه من الناحيه الماليه والافضل عرض وسعر. اهلا وسهلا بيه. ممكن ننزلها مزاد ونبيعها كده برضو يعني كويس، بس برضو مش هينفع. يعني الحيوانات ديت ما ينفعش تتربى جنب اطفال وده. لا ما اكيد اللي واخدها مثلا هيبقى عنده فيلا، عنده فيها قفص، عنده حاجه، يعني هو كل واحد هيبقى بياخد الحاجه المناسبه ليه. مش انت ما تقنعنيش ان واحد هياخد اسد يربيه في بيته. ايه الحيوانات التانية اللي ممكن برضو الناس تتعامل معاها وتروح تشتريها ويبقى فيها عليها اقبال جماهيري؟ ممكن القرود. يعني مثلا ناخد فلوس الزرافه اللي هتتباع والاسد اللي هيتباع والفيل اللي هيتباع ونجيب بيهم ماشيه، نزود بقى نقلب رزقنا في الموضوع. هو هيبقى كويس وهيبقى فيه استثمار كويس، بس برضه هيبقى فيه خساره ان انت لو انت بتروح جنينه الحيوانات مش هتلاقي حاجه تروحيها. ممكن. وبعدين في حاجات سعرها هيبقى اعلى جدا اللي هي الحيوانات النادره. زي ايه بقى؟ يعني الافيال والقطط المفترسه، الاسود والنمور بانواعها. في بعض الطيور اللي في جنينه الحيوانات ممكن ما تتباعش مثلا زي الطاووس. تفتكري ان احنا ممكن نذبحها ونجرب طعمها زي استراليا ما بتستخدم لحم الطاووس الغالي جدا؟ تفتكري ان احنا ممكن نعمل ده وندخل برضو دخل الدوله؟ انتهالي لو صدرتيها تكسبي اكتر من اللي انت تاكليها، يعني تذبحيها وتاكليها يعني. ويستحسن يدونا بدلهم فراخ والحاجات اللي احنا بناكلها. لا ما اعرفش بقى، دي على حسب الشريعه عندنا حرام ولا حلال يعني. لو على كده مفيش مشاكل. ما عندكيش القدره ان انت مثلا تجربي طاووس، تجربي طائر النقنق مثلا؟ لا ولا طاووس ولا نقنق. ايه رايكم لو بدل العربيات نرجع للحمير؟ بعد مشكله البنزين والسولار والمتوقع ان هي تتفاقم في الايام الجايه، في مبادرات دلوقتي نادت ان يرجع الحمار كوسيله للمواصلات. ايه رايك في الفكره دي؟ جميله، عايزينها تبقى حقيقه. الفكره دي هتبقى حقيقه يعني في يومين. هتوفر علينا ايه؟ هتوفر علينا، مش هتوفر علينا غير، مش هتوفر علينا حاجه بس هي هتقرفنا شويه. طب اللي عاوز يروح الجيزه من القاهره تركبيه حمار؟ هتجيبي لها برسيم منين؟ هتجيبي برسيم منين للحمار؟ يعني يطلع بدل ازمه البنزين ازمه برسيم. ما في حاجه اظرف من ايه بقى؟ البرسيم. ما تجيبي العجل احسن. هيبقى في مواقف مثلا زي مثلا يعني السلام عتبه، يبقى السلام عتبه مثلا الحمار يوقف وانت يقول السلام عتبه بالحمار برضو. هل نعمل بعد فتره مواقف معينه للحمير يعني مثلا، ولا نسيبهم مطلوقين كده، ولا نعمل لهم باركينج نركنهم فيه؟ اكيد طبعا لازم تعمل لهم باركينج نركن فيه. البلد بقت كلها حمير. تفتكر ان احنا نرخص الحمير دي ولا نسيب كل واحد وضميره لو حصلت حادثه هو يقول ده كان الحمار بتاعي؟ طبعا لازم كل حمار يبقى له نمره او يبقى له علامه، حتى عشان ما يتوهوش من بعض، او مثلا اما يبقى في كل واحد يبقى عارف حماره وما يتوهش عن التاني. يعملوا له رخص بقى زي ما بيعملوا العربيات بقى، ويطلعوا رخص كده، وده يدفع فلوس وده يدفع فلوس طبعا، ويطلع الرخصه وهو قاعد في البيت وعادي يعني مفيش مشكله يعني. الحمار هيعمل ايه؟ اللي راكبه حمار وهو حمار يبقى حمار ايه؟ اللي فوق عايز ترخيص واللي تحت عايز ترخيص. تفتكر ممكن نعلم حماري عن حمار اي حد في نفس العماره ازاي؟ ممكن تكون الوان، ممكن يكون مثلا ملبسه حاجه، ممكن يلبسه حاجه في رقبته او يحطوا له حاجه على جسمه. ممكن مثلا اقطع ودنه مثلا.
ممكن طبعا تتعودني. ممكن يحصل ازمه بعد كده في سعر البرسيم؟ ممكن طبعا، عشان البرسيم كانت مثلا متاكد يعني الراوي بيدي البرسيم روح، انا فاكر الراوي هيدي البرسيم روح انه يطول عشان يحش ويطلع غيره. ما كله دلوقتي يستعمل الحمير كله، طبعا هتبقى ازمه برسيم زي ما بيحصل في كل مره. ازمه البرسيم ازمه البنزين. حضرتك رافض تماما فكره ان احنا نستبدل ازمه السولار والبنزين بفكره ان احنا نستخدم الحمير؟ وانت مش هتستخدمي حمير فين؟ انت بتتكلمي كلام، انت بتقولي كلام من الخيال. تفتكر سعر الحمار ممكن يوصل لكام في مصر بعد ما كل الناس تستخدمه؟ هو طبعا سعر الحمار دلوقتي عامل له بتاع يعني 200 500 جنيه او 200 300 جنيه، طبعا هيبقى 1000 و1000 وي. شايف في امل في بكره لو استخدمنا الحمار؟ اكيد طبعا، ممكن الحال البلد يتصلح. بص، انت عاوزه تعدلي البلد من تاني، ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا صلاح الدين الايوبي من تاني او جمال عبد الناصر من تاني. كل شخص يبقى عنده الحمار بتاعه ولا نجيب حمار مشترك لكل عيله؟ لازم كل واحد يجيب حمار مختلف عشان يعرف ياكل منه ويعيش منه. نستورد الحمار بقى. يعني نستورد دفعه حمير منين؟ من نجيبها من امريكا زي ما بيجيبوا، يعني زي ما باخدوا دفعات من امريكا كده بياخدوا فلوس، نستوردها من امريكا. بالنسبه للبنات، لون الحمار هيبقى لون عادي ولا ممكن نغير في اللون شويه او نلبسه حاجه مختلفه؟ لا، ممكن يلبس الوان مختلفه طبعا عشان يبقى عارف ده حريمي وده رجالي. ايه الطف الوان ممكن نلبسها للحمار البناتي؟ البناتي اللون الاحمر والاصفر. وزي ما شفنا استاذ ناصر ان هو شجع فكره العوده للحمير، وقال ان هو اول واحد هيركن عربيته وهيستغنى عنها تماما وهيركب حمار. ما انا بقول لك انا هركب حمار هرجع البلد بقى، ما هيش البلد بقى كلها. بيأكد تاني على المعلومه وبيقول ان هو في وسط القاهره وفي وسط كل العربيات دي هو ممكن يمشي بالحمار. بصي، البلد دي النهارده خلاص. بس حضرتك شايفني بعبر عن رايك، بقول ان انت دايما بتنادي بفكره الحمار، وانت اللي اقترحت عليا ان احنا نستبدل كل العربيات بحمير، صح؟ البلد دلوقتي ما بتعرفيش صح ولا غلط؟ عارفين ايه الحل الوحيد للبلد دي عشان تتصلح؟ انها تشتغل ورديتين. مشروع بيطرح مبادره لحل مشكلات مصر ان احنا نقسم الشغل في مصر ورديتين، الناس اللي شغاله اصلا بدل ما كلهم بيشتغلوا في نفس الوقت، لا يبقى في ورديه من 6 الصبح ل 6 بعد الظهر، وبعد كده في ورديه تاني من 6 ل 6 الفجر بقى. انا بقى بتوع الصبح دول مش هيشتغلوا، هيناموا، هيشتغلوا بدل ايه النسوان بتاعتهم يطبخوا، وبتوع بالليل التانيين يقعدوا يرضعوا العيال. ايه التقسيم الايه؟ الشعبي حسب التوقيت. ايه علاقه التوقيت بالتقسيم؟ سمعت حضرتك عن مشروع التقسيم الشعبي حسب التوقيت AM وBM؟ لا طبعا ما سمعتش عنه. انا شخصيا احب جدا اشتغل بالليل بصراحه. من 6 بالليل ل 6 الصبح. يعني ممكن التراوح. هي برضه هيسهر برضه ويشتغل اغاني والديسكو وامان يا لالي وبتاع، وبعدين ايه هسك بسك هو النور. استاذ عماد بيأكد على ان هو بيرحب بفكره الورديتين، وبيشجع كل الناس ان هم يشتغلوا من 6 ل 6 ومن 6 ل 6، الستات الصبح والرجاله بعد الظهر، صح؟ بس معنى كده ان معظم الرجاله تقعد في البيوت؟ هل شايف ان البيت الواحد يبقى على توقيت واحد، يعني كل البيت يخرج يشتغل من 6 ل 6، ولا يقسموا بعضهم؟ يبقى نفس التوقيت. ليه بقى؟ علشان يبقى في البيت الواحد بيلاقوا وقت يقعدوا مع بعض، يعني يبقى في لسه حياه اسريه، ما ينفعش يبقى كل الناس في كل اتجاه كده. لو واحده ست موظفه وجوزها موظف، لو هي الصبح وهو بالليل، هو هيطبخ الصبح وهي تيجي ترضع بالليل. استاذ عماد بيأكد مره تانية ان هو حابب ان الرجاله تقعد في البيت في الورديه اللي هي مش هتشتغل فيه، تعمل حاجات في البيت، تسيق وتنظف وكده، عقبال ما الستات بتاعتهم يرجعوا. لا عمري، يبقى انت كده حضرتك بتلغي الديمقراطيه نهائي. طب انت لو فكرتي شويه، شايفه الورديتين، البلد كلها تشتغل ورديتين، ده يبقى عامل ازاي؟ لا، البلد كلها تشتغل ورديتين، ولا نص البلد تشتغل ورديه ونص تشتغل ورديه؟ لا نص. استاذه نوره بتقول ان الفكره هيطلع منها نتائج ظريفه للبلد ومش محتاجه انها تدرس، لان هي فكره جامده جدا. اوكي، برافو عليكي. يهزر معايا. طب احنا بنهزر مع حضرتك. انت اموره. ربنا يخليكي. احنا ممكن نذيع؟ ايوه مفيش مشكله. قولي زيع. زيع. مفيش مشاكل، تحت امرك. زيع حضرتك. اوكي زيع، مفيش مشكله. احنا كنا بنهزر. لا والله. والنعمه. انت بتتكلمي جد؟ ينفع نذيع؟ طبعا زيع. زيع يا فندم. زيع يا فندم، ما فيكش حاجه. هزاري براحتك. زيع براحتك. احنا بنهزر مع حضرتك. احنا بنهزر. وانا برضو بحب الهزار. تيجي نروح السيما. ينفع نذيع؟ زيع طبعا.
زيع يا سلام، زيع وزيع، بس يعني ايه تديني لمضه النبي عشان انور بيها البيت. طب ما انا عارف ان احنا بنهزر. ما عادش اللي زعلك. ممكن يذيع؟ ما فيش مشكله حضرتك تذيعي. زيع